يا اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايب لك تطبيق يخص كل الهاكينج، يعني اي هاكينج تتخيله هتلاقيه في التطبيق بشروحاته بمعلوماته بكل حاجه موجوده. تمام، مبدئيا كده قبل ما اروح للشرح، انت لو مش مشترك في القناه انزل اشترك وفعل زر الجرس، ويلا بينا نروح للشرح. اشترك وفعل الجرس عشان في تطبيقين جايين هيبقوا اعظم من ده، هيبقى في سحب صور، سحب رسائل، سحب مكالمات. هيبقى في فجور اول مره تشوفه زي التطبيق ده بالظبط كده، اول مره تشوفه. تمام، اول ما هيفتح معاك التطبيق طبعا هيطلب منك باسورد. الباسورد هتخش تكلمني على الواتس، هتخش كده وهتقول دايس كده هتلاقي رقمي ظهر عندك فوق، هتكتب لي الباسورد وانا هروح بعتهولك عشان افهمك قبل كام حاجه كده قبل ما اديك الباسورد. هكتب الباسورد وهرجع لكم. اول ما هيفتح معاك بعد ما كتبنا الباسورد ودوسنا دخول، هيفتح معاك بالواجهه اللي انت شايفها دي. مش هيرضى يعمل معاك اي حاجه غير لما تخش تشترك في القناه، تخش تشترك وتفعل زرار الجرس. هتروح مفعل زرار الجرس ومشترك في القناه وراجع تاني، هتلاقي التطبيق فتح معاك بالواجهه اللي انت شايفها دي. انت فاهم يعني ايه الواجهه دي؟ يعني بص، كل قطعه في الهاكر هتتعلمها من التطبيق دون، وازاي هتفهم كل حاجه. ولو انت فاهم وواعي هتبقى فاهم كل حاجه من دي بتعمل ايه. اول حاجه هتخش على برمجة الهاكر. تمام، هتلاقي عندك المبرمجين تمام، ومهندسين ال تي والهاكر وهاي تي، الهاكر جراي والهاكر بليسك. تمام، تخش عندك على المبرمجين كده هتلاقي اتنسخ معاك التطبيقين بالظبط. تخش عندك على المهندسين نفس الكلام، هتلاقي التطبيقات تتنسخ معاك. تخش عندك على الهاكر الوايت هتلاقي برضه تنسخ معاك. كل تطبيق من دول هتلاقيهم منسوخ معاك، تخش تحمله على طول من غير اي مشاكل. تمام، تخش عندك هنا بقى على تاني حاجه اللي هي انواع الهاكرز ومراحل تطورهم. تمام، هتلاقي عندك هنا الوايت ومراحل تطوره، وهتلاقي عندك كل حاجه، هتلاقي كل حاجه بتنسخ عندك في الحفظ زي ما انت شايف. هتخش تقرا الكلام وتشوف تحمله ازاي وازاي تتعامل معاه. تمام، عندك هنا البرمجه. ما هي البرمجة؟ هتلاقي كل حاجة بتتنسخ معاك اللي انت عايز تفهمها او عايز تعرفها. هتلاقي عندك مفهوم البرمجة قبل تعليم البرمجة، عندك كل حاجة. انت قبل ما تعمل اي حاجة لازم تتعلم ازاي البرمجة وازاي الهاكينج وازاي تخترق وازاي تخش الحاجة اللي انت عايزها. انا مش عايز اقول اي حاجة من دي عشان ما تظهرش في الفيديو والفيديو يتحظر. فكل حاجة من دي انت لازم تتعلمها تمام لنفسك، تتعلم كل حاجة من دي قبل ما انت تبدأ ان انت تخش لأي حاجة ولا تعمل أي حاجة. عندك هنا مفهوم البرمجة قبل تعميل البرمجة، مهام البرنامجين، أهمية البرمجة لدي الهاكر، ازاي تكون مبرمج ناجح، ازاي بعد تعليم البرمجة أفضل مواقع تعليم الهاك من الصفر، تعليم البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تعليم البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي 2. تمام، ده كله في البرمجة، لأن البرمجة حاجة وأنواع الهاكر حاجة، وكل حاجة وليها حاجة تانية خالص. كل حاجة وليها حاجة، يعني انت كل حاجة من دي ليها حاجة. تخش هنا بقى أكواد السكتش وير ده طبعا في مليون من الناس فاهمينه وفاهمة يعني ايه سكتش وير، وفاهمة يعني ايه الديب وايب، وفاهمة كل حاجة من دي. تمام، عندك هنا كود الفلاش. تمام، أول حاجة عندك هنا نجوم التقييم، الصورة دائرية، كود للخروج من التطبيق، كود ظل الليل، كود مشاركة التطبيق، كود الدايلويج الشفاف، كود عمل زر اتصال، منع الاسكرين شوت، كود اصدار الهاتف، كود تأثير النص، كود تغيير الألوان تلقائي، كود تكرار النص، كود تحقق من الرد، كود عرض الوقت، كود الرسم على الشاشة. تمام، كل دون في السكتش وير بس. يعني انت متخيل ان دون في السكتش وير بس؟ يعني كل حاجه من دي وليها حاجه تانية. يعني انت لازم تتعلم مبدئيا كده، انت قبل ما تتعلم اي حاجه لازم تتبع نظام واحد، البرمجه، السكتش وير، اي حاجه من دي. كل دي انواع من انواع اللي انا فهمتك عليها، عشان الفيديو لو قلت اي كلمه من دي هيتحذر. تمام، خش عندك هنا بقى على كل ما يخص الاي بي. يتمكن الهاكر من تحديد مكان الضحيه. تمام، طب ما هو الاي بي؟ عندك هنا اول حاجه ما هو الاي بي، الفرق بين الاي بي الخارجي والداخلي، تشفير الاي بي الخاص بك، طرق التخفي عبر الانترنت، ازاي بيتم تحديد مكانك من قبل الهاكرز، ما هو الفي بي ان، ما هو الفي بي ان 1، ما هو الفي بي ان 2، ما هو الفي بي ان 3. عندك هنا كل حاجه زي ما شفت كده، ما هو الاي بي والفرق بين الاي بي الخارجي والداخلي، تشفير الاي بي الخاص بك، طرق التخفي عبر الانترنت، زي تصفح المتخفي، ما هو الاي بي، الفي بي ان 1، الفي بي ان 2، والفي بي ان 3.
تمام، وصلنا لحد كده وركزوا معايا في اللي جاي عشان اللي جاي أصعب وأشدد. تمام، كل حاجة من دي لازم تتبع نظام معين واحد بس. عندك هنا الثغرات، ما هي الثغرات وأنواعها، كيف يتم اكتشافها، كيف يتم استغلالها، التعامل معها بعد كشفها، الأدوات التي تكشف الثغرات، جميع المعلومات. تمام، هتنسخ كده جميع المعلومات، هتلاقي عندك كل حاجة اتنسخت في الحافظة زي ما انت شايف كده، وهتخش تنزلها عندك على الواتس او اي حاجه، وتبدا ان انت تفهم وتتعلم الاول قبل ما تقوم باي خطوه من اللي انا بتكلم فيها دي. عندك هنا افضل مواقع لتعليم الهاكر، موقع هاكينج تيس ستايل سلايد، موقع كاي بروي، تمام، موقع هايكروني، موقع واي بي اس موقع ميتا سبولت، موقع بنتس ترايلاب، موقع اوفن سكاي ريت، موقع الارنيس رود، موقع الانفوست نستوي، موقع واي واي ميد واي ميد واي واي دي مي. تمام، عندك هنا اخر موقع الواي دي مي دون، كله المواقع اللي انت ممكن تفهم منها البرمجة وازاي تتعامل معاها وازاي تقدر تخترق وازاي تتعلم كل حاجة. انا مش عايز اقول اي حاجة من ناحية الكلام ده عشان الفيديو ما يتحظرش ومنعرفش اي حاجة. طبعا التطبيق دون انا سايبه بباسورد، فاللي هو فاهم واللي عايز يتعلم يخش يطلب مني الباسورد وانا هديهوله من عينيا من جوه. تمام تمام. عندك هنا افضل مواقع لتعليم الهاك، ده اللي أنا لسه شارحه طبعا دلوقتي. وعندك هنا اشهر برامج بتخدمها الهاكر، وعندك هنا كل ما يخص التروميكس. ده بقى عندك هنا عالم التورميكس. ما هو التورميكس؟ معلومات التورميكس، تحميل التورميكس، اساسيات التورميكس، اوامر التعامل مع الملفات، كتابة اسمك بالتورميكس، اوامر عرض خريطة العالم، تثبيت اداء النجروك، اوامر تثبيت المات، اسلوب عمل بلود تورميكس، اختراق اكونت انستا، تزويد متابعين انستا، عمل روت للتورميكس، اداء اختراق الهاتف عبر الملف، شرح اختراق فيسبوك التخمين، اداء اختراق فيسبوك عشوائي، طرد المتصلين على نفس الشبكة، صفحة مزورة، تثبيت الكالي لينكس. بص ركز معايا في الحتة دي عشان الكالي لينكس هو يعني بص هو العالم كله، فاهمني؟ جمع تصفح لكالي لينكس حقيقي، استخراج فيزا، اداء رسائل مزعجة. يعني بص ده عالم التورنيكس، ده كله عالم التورنيكس. اختراق الواي فاي، اداء فيها 500 اداة، عمل صلاحيات للروت في الكالي، اداء كاربيز جميع معلومات عن الموقع، اداء سبايلوم لعن مكالمات وهمية، اداء استخراج بروكسيات، تغيير شكل التورميكس، تثبيت وتشغيل بي لمعالج ارم، اداء رويك، اداء فيروت لعمل ملف فرمطة، اداء انت ممكن تعمل ملف فرمطة بلينك بالاداء دي وتبعته لاي ضحية يتفرمط عبر اللينك. تمام، أداء تيمكس فاي اي، أداء تكلسو، أداء هوتيوس، أداء لايدر هاكينج، أداء بلاوات. أفضل أدوات التروميكس زي ما أنت شايف العالم دون عالم التروميكس، العالم بتاع التروميكس ده كله عالم التروميكس. يعني ده كله العالم كله اللي انت بتختلط بيه، اللي انت بتعمل بيه اي حاجة ممكن تتخيلها، ده كله ما يخص التروميكس. ده بقى الانترنت، بقى الانترنت العادي، الدارك وايب، الدايب وايب. الفرق بين التلاتة، البورتات التي تتأخر على الديب وايب، محرك بحث في الديب وايب مثل جوجل، محرك خافت داخل الديب وايب، محركات البحث في الدارك وايب، محركات بحث موقع اليوتيوب داخل الانترنت، تنظيم موقع فيسبوك داخل الانترنت، مواقع كشف الثغرات، إنشاء محفظة بتكون على الديب وايب، موقع أخبار واحد، موقع أخبار اتنين، موقع راديو، موقع ألعاب معقرة، موقع تعليم لغة البرمجة مجاني، موقع تأجير هاكرز منتدى هاكرز. تمام، فرق بين النظامين. وعندك هنا برضه كل حاجة من دي هتنسخ معاك زي ما انت شايف. أشهر أدوات بقى برنامج الفاير تكس، برنامج فيد ران أند موين، برنامج ميمو، برنامج، كل دي برامج بقى زي ما انت شايف البرامج ظاهرة عندك بأسمائها وكل حاجة تخصها بيها زي ما انت شايف كده، دي كلها برامج. تمام، الهجوم على المواقع ده بقى عالم تاني خالص. هجمات الحرمان من الخدمات، ما هي هجمات الحرمان؟ إحقاق حقوق، هجمات حجب الضخامة، طرق الحماية، استخراج الاي بي، سكايل، بعض الأدوات الاستغلال، دروقات لبحث عن مواقع حكومة مصابة بثغرة، بيضاويات خاصة بثغرة، مواقع مصابة بثغرات في التكن، اختراق،
أهم المعلومات لاختراق موقع أداة ورابط لعمل هجوم دون عالم. يعني التطبيق دون كله كده مش هتحتاج حاجة تانية خالص خالص خالص. هو ده اللي فيه العالم اللي انا اتكلمتك فيه، اللي انا مش هينفع اقول اسمه عشان الفيديو مش هيتحظر. تمام. عندك هنا معلومات التطبيق برضو، وعندك هنا حاول المطور اللي هي قناتي وكل حاجه والجروبات اللي انا عاملها مع المنشئين اللي هم الصغيرين خالص. تمام تمام. وبكده يكون وصلنا لاخر شرح النهارده. التطبيق انا هسيب اللينك بتاعه تحت، واللي عايز الباسورد يخش يكلمني هيلاقي اول ما يفتح معاه التطبيق هيلاقي كلمة كلمني وخد الباسورد وخش كلمني. هتلاقي الرقم بتاعي ظاهر عندك وانا هبعتلك الباسورد. وبكده يكون وصلنا لاخر فيديو النهارده. انت لو مش مشترك في القناة تنزل تشترك عشان التطبيقين اللي جايين هيبقوا اعظم واقوى من التطبيقات اللي نزلتها قبل كده، وهيبقى بطرق اسهل واحسن. واشوفكم الفيديو اللي جاي لاحلى اخوات في الدنيا، وسلام.